لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 933 لواني كان تفسير القرآن في روزبيم وخزمتان ومبستر رزامن رب العالمين وهوادان بإوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. بارك وشويستان خوي ورد فرمي وقاتلوهم وتقتال يعني لقلبك حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم أواني كقتال تان لقلبك لبروي وقاتلوهم لبروي عادة ككسي قتل لك قتال لقلبك ريتو صيغي مفاعلة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة تاكو فتنة نمينة شرك نمينة وكل تفصيل بيدين لا تفسير كي ويكون الدين كله لله تاكو طاعة جورائلي همو لبو خوابي سبحانه وتعالى. فإن انتهوا رام أجر وازين فإن الله بما يعملون بصير. أجر وازين هنا أو الله تعالى بصيرة أجادار بوي لنا ودليشيانا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وكل تفسير قاسم أي الشرك كاتا قتال لقل كسانيشي كافر بكن تاوكو الشرك نمينه أو إضلال لغيرهم تاوكو أو نمينه كوا كسانيشي كافر هول ددن حتى أوكو دا صلاتيان هبي خلشي قمراب كان تاوكو أو قمرا كدن نمينه. وفتن منهم للمؤمنين عن دينهم واتتاكو أو فتنة نمينه كوا كسانيشي كافر هول ددن إيمان داران بفتنة ببن. لا تفسير سعد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وصد عن سبيل الله تاوك الشرك نمينة تاوك الريقري كردن لريقاي إخوان نمينة. ويذعنوا لأحكام الإسلام تاوكم الكذب لبو أحكام الإسلام وكل تحرير التنوير وهي فتنتهم المسلمين لا محالة. كاتك وكسانشي كافر دا صلاتيان هبي بالتأكيد آزاري إيمان داران ددن لأنهم إنما يفتتنون من خالفهم في الدين فإذا أسلموا حصل انتفاء فتنتهم. كواتا حتى كاسانش بباور لسرد صلاة من لا صلاة نبردس بي أو آزار إيمان داران ددنو هول ددن بفتنة وبكفريان ببن لبروي بطبيعة حال أو مخالفي وان بي أو بالتأكيد هول ددن توشي فتنة بكن إتر فإذا أسلموا أجر مسلمان بون كسانش كافر حصل انتفاء فتنة أو فتنة نامنة. وإذا أعدمهم الله فكذلك كواتيان وتا بمسلمان بونيان أو فتنة كوتاي بيدي يام بلنا وتونيان كوتاي بيدي. ويكون الدين كله لله أي يخلص التوحيد لله يخلص التوحيد لله فلا يعبد غيره. تاوكو دين توحيد يكتا برستيبيتن غير الله هسكسش كنا برستري تلوكل تفسير السعدي ضليه. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين كاتما بس لا قتال وجهاد كردن لقد جمنا دين تيا أن يدفع شرهم عن الدين تاوكو شر أوان لأهل دين ياخذ لدين دور بخليته وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق كله كواتا تاوكو دفاع لدين خواي قورا بكري دفاع لدين خواي قورا بكريتن كوا أو خواي أو هم مخلوقاتي دروس كديا حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. كتاوكو أو دين خوا سبحانه وتعالى عالي بيو مهيمن بيو دا صلاة دار بي لسرهمو أديانك عندك وكلا
بابلين المحرر دا في تفسير القرآن دله وقاتل الكفار حتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة لله وحده كواتا قتال بكن حتى وكو جورالي وعبادة هرهمو لبو خواي بتنها وينتشر الإسلام تاكو إسلامتي بلاو بتوا فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك تاكو غير الله سبحانه وتعالى هيد ذاتيش كان برسله طبعا ليه ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة زور بجواني خواي سبحانه وتعالى لما بيان دكا قتال لبرسي لقل كافران دكري قتال دكري تاوكو يكم فتنة لبو إيمان داران درست نكريت سوكا هر سند كافر هر كاتي كافر دا صلاتي هبي اللي ناقر مسلمان بابرين بآزادي خوي خوا پرستي كي انزام بدو ديني توحيد يكتا پرستي وعقيدي يكتا پرستي لجياني خوي دا پيرو بكا اتر هول دا آزاري بدا تاوكو توشي فتنة وتوشي كفر بكاو توشي شرك بكا وهدف دومش ويكون الدين كله حتى وكو همو دين لبو خوابي وتطاع لبو خوابي كواتا أو عارد خواه سبحانه وتعالى أو بشر خواه خلقي كردي أصل وايا لسر عرد خواه قولة لسر بندكاني خواه ديني خواه حاكم بي زال دواي أوا كسانك لا إكراه في الدين كسانك كوا آمادني المسلمان بزوري ناكري أنا مسلمان باهر كافر بي بەڵام ناکرێ محاربیش بی لە بۆ ئیسلام و لێ بگەڕدرێ کەواتە لێردا بەڕاستی ئەوە دووشت لێک جێ بە زۆری ئیسلام نەهاتێ خەڵکی بکاتە مسلمان چونکە بە زۆری نابی لا ئیکراهە فی الدین بەڵام بەڵێ ئیسلام هاتیە تاوەکو حکم بکات لەسەر ڕووی زەوی بەو دادپەروەریەی کە خوا سوبحانەوە وتەعالا کە خاڵقی بەشەرە خوای گەورە ئەو دینەی ناردێکەوە فعلەن بەو پەڕی عەدالەت حکم دەکات لە نێوان هەموو بەندەکان و لە نێوان هەموو قەومەکان و لە نێوان هەموو کەسەکاندا بەڵام معنای ئەوە نییە کە دینی خوا حاکم بی واتە هەم کەس دەبی مسلمان بی نا کەسانێک کەوا کافرن با هەر کافر بی بەڵام نابی محاربی بابڕین محاربەی ئیسلام مسلمانان بکاتن ئیلا ئەوەی لێ مەناع دەکرێتن کەواتە ئەوە هەدەفی جیهادە لە ئیسلام تاوەکو مسلمانان تووشی فتنە نەیەن شرک بەرپا نەبی لەسەر ڕووی عاردی و دەسەڵاتی نەبی تاوەکو مسلمانە ئەزیەت بدا و تووش فتنەیان بکە و هەروەها تاوەکو دەسەڵاتی دینی خوابی و اینجا خەڵکی ئازادن لە دوای ئەوە خواپەرست دەبن یاخود نا فإن انتهوا وەکو لە تەفسیر محەرەج أي وقاتل الكفار حتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة لله وحده وينتشر الإسلام فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وكباسمك فإن انتهوا أي عن الكفر والمعاصي ظاهرا أجر وازيا لكفر هنا وازيا لقنا كان بظاهر يجبو يستعمل حكم لسر ظاهر ذكي فإن الله بما يعملون أي ببواطنهم أجر ظاهرا وازيا لكفر لقناه تاوان هنا أو حكم لسر ظاهر ذكريو وأخوة جورج بما يعملون ببواطنهم أو يكوالنا ضليان سهيو ثانية بصيرة أخوة جورج أجدات سنا ضليان لو حالتي لسر ضليان خوا حسابيان لقلدك فكفوا عنهم أنجو أجر الصلاة تنهبوا وازيان لي بينن وإن لم تعلم ببواطنهم أجر نازين سنا ضليه وأخوة يقول سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كسانش كافر توبان كردو نويجان كردو الزكاة ياندا أنجو برياندن لآتش كذا فرمي هلا سورة الأحزاب فإخوانكم في الدين أجر وازياننا ودبنا براينجو طبعا أجر نويجان وازيان لكفرنا ونويجان كردو زكاة ياندا ودبنا براينجو لدين وكل صحيحين اجداهات يكتوى في غمر صلى الله عليه وسلم الحديث يقدر فرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فرمان بيكراه كوا أقاتل الناس قتال لقال خلشي بكم حتى دلين لا إله إلا الله فإذا قالوها كاتك وقتيان لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم يتر بارزراو خينيانو وهروها ماليا إلا بحقها إلا ما قرب حق خوي واتا كسك بنا حق وشتو ياخد بابلين جني هبي ياخد ميردي هبي هاوسري هبي تنبسي زينابك يتر ديار حق خوي لو حالتي ذا كجلته وحساب الله عز وجل كواتا أما حسابي ظاهر ذكين باطني شان لله إخوة سبحانه وتعالى كواتا لو حالتي قتال لقل شيء ذكره قتال لقل أكسان ذكره قتال لكن لقل مسلمانان وقتال ذكرتا وكو حكم دا صلاة لبو ديني خوابي سبحانه وتعالى يتر باش أو كوا هم داني بويدانا كوا حكم إخوة سبحانه وتعالى لو حالتي
ماڵیان و جانیان پارێزرا ئللا بە حەقی خۆی نەبی حسابیشیان لەسەر خۆیان سبحانه وتعالى. وە لە حەدیث صاحیدا هاتێ دەفەرمی کاتێکەوە ئوسامە لە یەک لە غەزەواتەکان کەسێک دەکوژیتن ئەو کەسە طبعاً پێشەوەکو لە حەدیثەکە بە دوورێژی باس کرا چەند کەسانێک لە مسلمانان دەکوژی کاتێکەوە ئوسامە دەتوانین زاڵبی بەسەری و خەریکە دەیکوژی دەڵێتن لا إله إلا الله ئیتر کە دەڵێ لا إله إلا الله ئوسامە هەر دەیکوژی کاتێکەوە لە پێغەمبەر دەجێڕنەوە صلی الله عليه وسلم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمی کوشتت لە کاتێکدا دەیگوت لا إله إلا الله دەڵێ ئەویش دەیگوت یا رسول الله إنما قالها تعوذا واتە یا رسول الله ئەو لەبەر ئەوەی دەیگوت لا إله إلا الله تاوەکو خۆی لە کوشتن بپارێزی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی هەلا شققت عن قلبه ئەتو دڵت شەق کردبەوە لە ترساوەی دەگوت بە قەنەعەتەوەی نەگوتێک واتە تو دەبی ظاهری لێ قبول بکەی. ئیتر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێی دەفەرموو ويكرر من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة چی دەکەی بەرامبەر بەو لا إله إلا الله کەوا ئەو دەیگوت ڕۆژی قیامەت حتى وەکو ئوسامە دەفەرمی حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ حتى وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەندە سەرزەنشتی کردم لەسەر ئەو بابەتە حتى تەمەنام کرد کە پێشەوە مسلمان نەبووم مسلمان نەبووامایە کەواتە ئەگەر لەو کاتەدا مسلمان بامە ئەوەی کە کردیتم هەمووی بە ئیسلامەتەکەم دەسڕایەوە. ئیتر ئەوەی کە مەبەستە لێرە واتە حکم ئەتوو لەسەر ظاهیر دەکەی وباطنهم وأخذ ونكل سرائرهم إلى الله تعالى فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم وكل تفسير سعد ضله أجر أوان وازيان هنا لو ظلمك لسردان فإن الله بما يعملون بصير أو بكمان الله تعالى بصيرة بويلنا وضليان لا تخفى عليه منهم خافه اشتاق لخواي قولنا شهر دريتوا لآتي دواد دفن وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أجر وإن تولوا كوات الآيات بيشتر فرموي فإن انتهوا أجر وازيان هنا أدي وإن تولوا وتأعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا أجر بشتيان تكلوي كوا إيمان ناين وازج لكفر خوان ناين ودجات خوان ناين فاعلموا أن الله مولاكم بزانا بيقمان الله تعالى مولاه ودوست ناصرين قويا نعم المولى ونعم النصير. فاعلموا أن الله مولاكم أي ناصركم ومعينكم أجر أوان هر وازن لكفر خوان هنا وازن لدجات إسلام مسلمان هنا فاعلموا أن الله مولاكم بزانا كالله تعالى ناصركم ومعينكم الله تعالى يا المتي درتان وبسردان ديخي فثقوا بولايته ونصرته دي علم التام فيه بثقتان بو ولاية ونصرته خواهي قوله سبحانه وتعالى سوى كل محرر دله أطلق المولى بمعنى الولاية الخاصة فاعلموا أن الله مولاكم الله تعالى مولاتنا مولى معنى عام وخاص هيك كواتليردا معنى خاصك مقصودة وهي النصر والتمكين والتوفيق كوات خواهي قوله بسرتان ديخ خواهي قوله إمكانيتان في دبخشي خواهي قوله يارمتيتان ددا وكود فرمي فاعلموا أن الله مولاكم وقوله فإن الله هو مولاه وكل سورة التحريم كاتي كذا فرمي الله تعالى مولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناصريتي تمكيني دكا بسري ديخي ويارمتي دريتي أو ولايتي خاص وأطلق المولى بمعنى ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك وهروها بومانا عامشهاتك وأخواي سبحانه وتعالى كاتك وخالق أو بشريته قدرتي بسردادش تشيو ملكي خويتي وكذا فرمي ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق درباري كافر كان دفن كاتك دمرن دقرين ولاي أو الله سبحانه وتعالى كمولاهم الحق مولاهم الحق واتا خواي سبحانه وتعالى فعلا خاوني همو بشريك بمسلمان وكافر خلقي كرديا ملكي خويتي بريوي دبا دي جيني ودي مريني كواتا مولا بمعنى عام ولاية عام بمعنى خلق ملك قدرة ديتان نعم المولى وكذا فرمي لا تفسير قاسي فلا يضيع من تولاه واتا الله تعالى كاتك نعم المولاي فلا يضيع من تولاه او اخواي قور خاوان داريتي بكا او كسب هيك شيء ضايعنا بي وبزرنا بي ونافوتي ولتفسير سعد الذي يتولى عباده المؤمنين او كوا خاوان داريتي ايمان داران دكاتن ويوصل اليهم مصالحهم او كوا قازان زي وانت دا اخواي قول بيان ديان جينيته وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية وكقازان الدنيا وقيامة ذلك بوان خواي قول آساني دكا
ونعم النصير فلا يغلب من نصره أو ذاتە چاکترین سەرخەرە هەر کەسێک خوا سەری بخا بە هیچ شێوەیەک فلا يغلب بە هیچ شێوەیەک تووشی دۆڕاندن نابی. ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وەکو لە تەفسیر سەعد دەڵێ ئەو خوایە چاکترین زاتێکەوە بەندەکانی بەسەر بێخی کەیدی کەسانێکی خراپەکار و بابرن کافر لێیان دوور بخاتەوە بیان پارێزی. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه هەر کەسێکیش الله تعالى خەوەندارەتی بکەو بەسەری بێخی هیچ ترسی لەسەر نییە. ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له بەڵام هەر کەسێکیش خوای گەورە نەسرەتی نەدا بەڵکو خوای گەورە دژایەتی بکە بە هیچ شێوەیەک نە عیزەتی لە بۆ هەیە و نە بەردەوام بوونیشی هەیە خوای گەورە پەناماندا لە خوای گەورە دەپاڕێنەوە لەو کەسانە بین کە خوای گەورە وەکو ویلایەتی عامی لەسەر خەڵقیە ویلایەتی خاصێکی لە بۆ ئێمە بواتە ئەو ئیماندارە بین کەوا خوای گەورە ببتە نعم المەولى ونعم النصير وتشاستي أو بين كخواي جورا نعم المولى ونعم النصير بلا بومان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.